بصراحة أنا جاي النهاردة أكلمكم في موضوع مهم. أقرأ بس المايك عشان أفهم. بصراحة أنا جاي النهاردة أكلمكم في موضوع مهم. يعني لما تشوف حد بيعمل حاجة حلوة شجعه إن هو يعملها، بلاش تكون حاقد عليه. وبرضه بلاش يكون ده اعتراف منك إن أنت فاشل في الحاجة دي. أنت شاطر في جزئية وهو شاطر في جزئية، كل واحد مننا ليه حتة شاطر فيها. فلما تشوف حد بيعمل حاجة حلوة حاول تشجعه، حاول تديله نصايح لو عندك معلومات. بلاش يبقى في عندك كلام سلبي او تحاول توقع او تحاول تقلل منه. وعموما هي الدنيا دايره يعني، كما تدين تدان. يعني انت لو قلت كلمه حلوه لحد هتلاقي اللي يقولك كلمه حلوه، في وقت هتبقى محتاج فيه الكلمه الحلوه دي. ولو انت قلت كلمه وحشه هتلاقي برضو اللي يقولك كلمه وحشه في نفس الوقت اللي انت فيه مش محتاج تسمع كلمه وحشه من حد. وعلى فكره الكلمه بتغير جامد، يعني ممكن كلمه تاثر في واحد تعلي فوق قوي، وممكن كلمه تاثر في واحد تنزله تحت قوي. فخلي بالك دايما من الكلام اللي انت بتقوله، وحاول تشجع اللي حواليك. يعني اللي قدامك بيبقى مراية نفسه، يعني انت مرايته. اللي قدامك انت مرايته. في حاجات كتير بيبقاش يعني اغلبنا واخد باله منها، والناس اللي قدامه بس هي اللي بتعرفه يعني. يعني في علم ال الاجساد او لغة الجسد بيبقى في كده جزئية من البني ادم هو ما بيبقاش واخد باله منها. يعني تصرفاته مثلا، هو حركة ايده بس هو مش واخد باله ان هو حرك الحركة دي. مثلا عينه على طول مثلا بتنزل، هو برضه ما خدش باله. على طول مثلا بيعمل حركة كده او بيعمل حركة كده، هي الحاجات دي بتبقى مخفية عنه. اه برضه نفس الموضوع. في حاجات يعني الواحد ما بيبقاش واخد باله منها كويس، يعني بيحتاج حد يظهرها. يعني وكان اغلب اللي بيقوم بالحاجات دي في البني ادم المفروض المدرسة والجامعة والناس اللي حواليه هما اللي بيحاولوا يشجعوه. يعني مثلا لو هو شاطر في الرسم فالمفروض ان المدرسة بتشتغل ان هو يتعلم ازاي يرسم. او واحد شاطر في الكورة فبيبقى في فرصة ان هو يلعب كورة. في واحد شاطر في الحسابات والتركيز وهكذا يعني. انت حاول تشوف اللي حواليك او اللي قدامك، سواء مثلا انت اب او ابن او صاحب او ايا كان. حاول تشوف اللي قدامك شاطر في ايه وحاول تعرفه وشجعه ان هو يكمل في الحاجة اللي هو بيعملها. يعني لو الحاجة دي صح عموما، انما لو حاجة غلط فاكيد انت هتنصح ان هو يبعد عنها. و هو مش عارف الصراحة هو ليه الزمن ده بقى بالشكل ده يعني. ليه كلنا بقينا نحقد ونكره في بعض، ومحدش فينا بقى بيحب الخير للتاني. كل واحد بيدور ازاي يهدم الشخص اللي قدامه، او ازاي يبقى هو انجح منه. يعني دايما ما تحطش المنافسة مع غيرك، حاول تحط دايما المنافسة مع نفسك. انا النهاردة كنت كويس، بكرة انا كويس ولا وحش؟ وافضل اعلم من نفسي اطور من نفسي. بلاش دايما يبقى المنافسة بيني وبين حد، عشان المنافسة دي هتؤدي إلى هلاكي أو هلاكه يعني. لأن أنا هعمل مشاكل معاه فهخسره، أو هعمله مشاكل معاه فهأذيه، أو أهلك نفسي إن أنا من كتر التفكير في إن هو مسابقني أو في إن هو ناجح عليا. وعلى فكرة كل مننا ليه وقته يعني، مش حد أنجح من التاني. كل واحد ليه دوره وليه وقته وليه حياته وليه قدر مكتوب من قبل ما يتولد عموما. دي بس معلومة كده يعني كنت حابب أتكلم فيها وأوضحها لبعض الناس.